بيقول لك جمهور الاهلي من بعد ما عرف ان الزمالك اتعادل مع انبي هو عمال يقول قدها يا اهلي قدها، وده طبعا بعد ما حرفيا الزمالك وجب مع الاهلي. عايزك تسيب لي كومنت بكلمه واحده بس، مين هو بطل الدوري الموسم ده؟ خصوصا ان لو الاهلي النهارده قدر يكسب بيراميدز وكسب الزمالك المباراه الجايه هيبقى متساوي في عدد النقاط مع الزمالك في الصداره. انت متخيل بعد اللي عمله معتمد جمال طول الموسم هو لعيبه الزمالك انبي يبقى سبب في ضياع الدوري مرتين، مره لما كسب الدور الاول ومره لما اتعادل معاه النهارده؟ افراح لعيبه انبي النهارده بعد المباراه ما كانتش طبيعيه. هل انبي فعلا هو اللي هيضيع الدوري على الزمالك؟ مشاهد دي هتستمر عند القلعه البيضاء ولا هينتفضوا قدام الاهلي وياخدوا الصداره ويبعدوا؟ انتهت المباراة بالتعادل مع انبي 0-0. وانا ما بلعبش انبي نابولي الايطالي، ما بلعبش انبي ولفرهامبتون الانجليزي. ايه ده؟ الشوط الاول كنت فين؟ ماشي، الشوط الثاني الزمالك ضيع اجوان وضيع فرص. الشوط الاول انت كنت فين؟ ليه انبي ينزل يضغط عليك بالشكل ده؟ انفرادات تضيع واهداف مؤكده لانبي تضيع في الشوط الاول. ده احنا بنحذركم لما جمهور الزمالك يقول مباراة انبي هي اهم مباراة، يبقى جمهور الزمالك قاصد ده، لان جمهور الزمالك فاهم الدنيا ماشيه ازاي. عبد الله السعيد ما يلعبش اساسي. قلنا عبد الله السعيد كل كراته غلط النهارده، كل كره يلعبها للفريق الثاني، مش قادر يشيل رجله في كره ما كانش قادر يجري عليها في نص الملعب، ما كانش قادر يجري يجيبها. لولا محمد شحاته النهارده في الاخر كان زمانك بالع جون وخسران. ده غير الاجوان بتاعت الشوط الاول، بزيرا وناصر منسي ضيعوا هدفين. بزيرا بيحط الكوره انفراد، بتحط الكوره فين؟ والله ناصر منسي الجون فاضي قدامك، الجون فاضي. قدر الله ما شاء فعل. هتنتظر بقى متصدر بفارق 6 نقط بحالهم؟ ليه؟ كنا عايزين نوسع الفارق عشان نرتاح. هتستنى بقى المنافسين ونتائج المنافسين وتمسك مش الحاسبه. عجبني جماهير نادي الزمالك نادت على اللعيبه بعد المباراه وحيت اللعيبه، جماهير فهمانه، وده دورنا احنا كمان. هندعم اللعيبه وهندعم الفرقه، مش هنطلع نقطع ولا نهاجم. خلص ماتش انبي والزمالك بالتعادل 0-0 كده. اول نقطتين يطيروا من الزمالك، الضغط وحش. طول ما الاهلي بيجري وراك اعرف ان انت مش هتعرف تلعب ومش هتبقى مركز. اول نقطتين يطيروا على يد انبي، ان شاء الله اللي جاي هيبقى سواد عليك. كالم. انا شايف ترفيس. انا شايف ترفيس وشايف ناس طلعت من الجحور وشايف احتفالات بدري عليها. ايه كل ده كان مضغوط. كل ده كان مضغوط ضغطه نفسيه ما يعلم بها الا ربنا. بص يا اخويا، وبالعقل دلوقتي اللي قدامك ده جدول ترتيب الدوري. الزمالك في صداره جدول ترتيب الدوري بال50 نقطه، فرق 6 نقط عن بيراميدز و6 نقط عن النادي الاهلي اللي هيلعبوا مع بعض كمان اقل من نص ساعه. ايا كانت نتيجه ماتش بيراميدز والاهلي، سواء بيراميدز كسب ان شاء الله او تعادلوا مع بعض ان شاء الله يا رب، او الاهلي كسب لا قدر الله، مصير الزمالك بايده. الزمالك عنده 3 ماتشات، كل اللي محتاجه في ال3 ماتشات الجايين انه ياخد 7 نقط. وكل ده في حاله ايه؟ في حاله مثلا ان الاهلي كسب بيراميدز، كل اللي هتبقى محتاجه انك تحقق 7 نقط من ال3 ماتشات الجايين. فهل الزمالك خسر الدوري بعد ما تعادل مع انبي؟ والله لا. طب هل الاهلي كسب الدوري والاحتفالات المجنونه اللي احنا شايفينها من جمهور الاهلي قبل حتى ماتشهم مع بيراميدز ده بيقول ان الاهلي بطل الدوري؟ والله برضه. كل اللي انا طالبه من اخواتي الزملكاويه ومن منظومه نادي الزمالك انك تقطع ودنك في الفتره الجايه عن كل اللي انت هتسمعه. حاولوا على قد ما يقدروا ان هم يصدروا لك طاقه سلبيه، حاولوا على قد ما يقدروا ان هم يدعموا لعيبتهم وده حقهم المشروع، لكن في المقابل انت لازم تعمل نفس الكلام. النهارده ماتش انبي كان ممكن يسهل علينا المأموريه، الحمد لله احنا متعودين على كده مع الزمالك، ولكن انا مش هاجي النهارده اصدر طاقه سلبيه للفرقه وهدي الفرقه وانتقد معتمد جمال وانتقد اللعيبه واحسس اللعيبه بتاعتي انها خسرانه الدوري قبل ماتش الديربي يوم الجمعه الجايه. زي ما قلت لك، ايا كانت نتيجه مباراه الاهلي وبيراميدز، الاهلي كسب، بيراميدز كسب، اتعادلوا مع بعض وده اللي ان شاء الله يحصل. الزمالك لسه مصيره بايده، الزمالك عايز يوصل لل57 نقطه يحسم بطوله الدوري تماما. عزيزي الزملكاوي، انتقد على قد انتقاد ماتش النهارده، ولكن من بكره كامل الدعم للجهاز الفني، كامل الدعم للعيبه. اللعيبه تعبت على مستوى الفتره الاخيره، وزي ما حصل بالظبط في الدور الاول فضلنا نكسب ماتشات كتير وماتشات متتاليه وحصل اخفاق في ماتش انبي. الاخفاق اللي حصل في ماتش انبي في الدور الاول هو اللي عمل لك عمليه تعديل في الماتشات اللي بعديها. قدرت تصعد لنهائي الكونفدراليه، قدرت تكسب المصري البورسعيدي، قدرت تكسب بيراميدز. رب ضاره نافعه. النهارده الاخفاق اللي حصل قدام انبي ان شاء الله يكون سبب في انه يفوق فرقه نادي الزمالك، لان الاداء في الفتره الاخيره مش افضل حاجه. وهنقعد نتفرج على ماتش الاهلي وبيراميدز عشان نشوف بعديها الزمالك محتاج كام نقطه بالظبط
عشان يحقق بطوله الدوري، وده اللي هنشتغل عليه في الفتره الجايه. لا لهدم الفرقه، لا للانتقادات السلبيه المبالغ فيها. ما تسمعش الجمهور الاهلي دلوقتي، لان هو عايز يدخلك في دايره يحسسك من خلالها انك خسرت بطوله الدوري. هو اكتر واحد عارف ان فرقته مش مؤهله اصلا للفوز ببطوله الدوري، ولكن بيحاول على قد ما يقدر انه يلعبها بره الملعب مع الجماهير. فيا عزيزي الزملكاوي اوعى تخش في الزون دي، واوعى تخش في الدايره اللي هو عايز يدخلك فيها عشان يحسسك انك خسرت بطوله الدوري. وان شاء الله ان شاء الله حسم بطوله الدوري هيكون في الماتش بتاعهم يوم الجمعه، لان احنا نستحق بطوله الدوري، ولاعيبه الزمالك تستحق بطوله الدوري، ونادي الزمالك في العموم يستحق بطوله الدوري السنه دي. وانا ليه حاسس ان ام بي هي اللي بتلعب على الدوري ولا احنا؟ ما تمشي الدنيا يا عم بوبو، ما تخنقناش بقى. تعالى يا اسطوره بالله عليك، زول كهربا ونيني وان شاء الله مش هتفرح. اطول 3 دقائق في التاريخ في مباراه انبي ومباراه الزمالك. عدي بقى. خلصت خلاص، خلصت. انبي والزمالك 0-0، مفيش كلام تاني. جات هي كده بقى، مفيش كلام تاني. ننزل النهارده ناكل النجيله، خلاص. جات هي جات خلصت. مفيش كلام يا رجاله، قسما بالله ما في كلام. في ايدك، رجعت في ايدك تاني وفي رجليك، بتاعتك انت بقى النهارده. انزل ادوس على الوش من اول دقيقه لاخر دقيقه. لازم اكسب. الصداره بقت في ايدك، مش في ايد حد.